يا صباح الخير، يا صباح السعادة، يا صباح السكر الزيادة. منورين كنوز سهام منصور، منورين الدنيا كلها. ألف شكر وألف تحية ليكم على دعمكم المتواصل. ألف شكر لإخواتي وحبايبي قنوات النقد. أبتدي أي فيديو وأقول لكم على راسي كل كلامكم، على راسي كومنتاتكم الجميلة، على راسي وقفتكم، على راسي دعمكم ليا بكل ما اتيتوا من قوة علشان تقولوا لي يا سوسو يلا كملي واحنا بنحبك والف سلامة عليكي. اللي طالع منكم ليا ده كتير قوي، مخليني والله العظيم انا قد الدنيا بحالها. الحمد لله ولله الحمد ان المواقف بتخلي الواحد يعرف قد ايه هو غالي عند الناس. وده كان احساس جميل قوي 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 وصل لي منكم كلكم جميعا، قنوات اهل قرايب جيران متابعين يعرفوني ومتابعين ما يعرفونيش، أغراب. يعني عايزة أقول لكم كلكم ألف تحية مني وألف شكر. ربنا يبارك فيكم، ربنا يبارك في دنيتكم، ربنا يبارك في أحبابكم، ما تشوفوش تعب أبدا. ربنا يشفي لكم كل مريض يا رب، اللهم أمين. اشفي كل مريض. ربنا ييسر لكم أموركم ويصلح حالكم ويصلح حالنا. يوم جميل، يوم جديد، نبتدي بالشكل الجميل الحلو. طبعا أحب أقدم الشكر لأختي الجميلة السعودية اللي بعتت لي فيديوهات صورتها في رحلة ليها. فيديوهات روعة جميلة هتشوفوها تعجبكم قوي. بعتتها لي وقالت لي يا سهام علشان ما تبقيش تعبانة مجهدة، لما تبقي مش قادرة تطلعي قدام الكاميرا حطي الفيديوهات واشتغلي. وأنا حقيقي جت عليا فترة كنت حابة أعمل حاجة خاصة بيا كده، علشان لما مش أبقى قادرة أقعد قدام الكاميرا أطلع لكم بصوتي على حاجة تكون خاصة بيا. علشان انتوا عارفين اليوتيوب دلوقتي بقى فيه مشاكل كتيرة قوي، ويقعد يقول لك محتويات معاد استخدامها. كأنها قلبها حاسس بيا. حقيقي الفكرة دي كانت عندي من وأنا في القاهرة لما رحت أشوف ماما لما كانت تعبانة. ربنا يا رب يشفيها، وادعوا لها ربنا يتمم شفاء امي على خير باذن رب العالمين. هتخش عمليات اخر الشهر ده ان شاء رب العالمين. دعواتكم لامي ودعواتكم ليا ربنا يتمم شفايا على خير. الفكره دي كانت ماليه في دماغي قوي، وسبحان الله كاني بحس بالناس والناس بيحسوا بيا، فلقيتها بعتلي الفيديوهات الجميله. الف شكر على فيديوهاتك الروعه الجميله والمناظر التحفه اللي انا بعشقها. انا بعشق المناظر دي قوي. الفيديوهات هتعجبكم حقيقي. فيديوهات هي مصورها لي وبعتها لي. حقيقي روعه، قمه الجمال في المناظر الطبيعيه واللي هتشوفوه في الفيديو. اكيد طبعا احلى من سوسو بكتير. نبتدي ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المتابعين في بيتكم سهام وبيتها وكنوزها، لان الفيديو ده هينزل على سهام وبيتها وكنوزها. امبارح احنا كنا طبعا طلعنا واتكلمنا على ست نقة في الفيديوهات اللي عملتها، والاستاذ رضا طبعا لما طلع رد عليها بفيديو واحد، وطبعا تتوالى الاحداث وطلعت ردت عليه من الغرفة. لو فاكرين لما قالت له انا هلغي كل حاجة واعدالك وهعمل لك الفيديوهات وهحكي تاريخ حياتنا من اول مكالمة، اول ما كلمتين. قبل ما نقول هي قالت ايه وهو قال ايه، اقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. لايكاتكم يا جماعه، كومنتاتكم الجميله. اللي ما اشتركش يشترك في القناه، عشان القناه دي هنقدم فيها بعد كده يوميات سوسو الحلوه. بس ادعوا لسوسو كده تقوم بالسلامه وتقدر تعمل لكم اليوميات الجميله اللي انتوا بتحبوها. النهارده هنتحدث عن جبروت امراه. ايه يا سوسو جبروت امراه ده؟ يا ستي اسمعي مني. الوليه ليه وليه الراجل طلع رد عليها في فيديو قال لها كفاياكي، بقالك عماله تعملي لي فيديوهات وتقولي عليا وحش وعملت لك بلوك وعيالي وبيتي وامي واخواتي، فيعني كفايه ارحميني بقى. ليه وليه الراجل رد عليها ولا كأني مش المفروض انه يرد عليها؟ يعني هي تقطع براحتها فيه ماشي، تشتم فيه ماشي، تتهمه بأشياء كتيرة ماشي، تخلي قنوات كتيرة تبعها اللي هي طبعا مأجراهم يطلعوا على الراجل ويقعدوا يقطعوا فيه وهم ما همش فاهمين حاجة ولا عارفين حاجة. الإحساس بالظلم وحش، وبالذات لما يبقى واحد قاعد معاكي في نفس المطبخ، ونرجع ونقول الراجل ده كان قاعد معاكي في قلب المطبخ، يعني عارفك، عارف حركاتك. راحت طلعالنا من أوضة يا ولاد وقالت لكم أنا كنت هنا بعمل بحضر للمفاجأة
حاجة، وكنت هنا جاية علشان حاجة، وكان يوم الحد بإذن الله هطلع أقول لكم على حاجة، وانا النهارده طالعه من المكان ده وقاعده عشان كنت بجهز لحاجه. ايه يا ست الكل، هو كله حاجه حاجه حاجه؟ ما يا تقولي بتعملي ايه، يا ما لهاش لازمه حاجه 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 حاجه. هو انت ليه محسسانه ان انت رئيسه جمهوريه والناس مترقبينك، فانت بتعملي تمويه علشان ما حدش يقفشك يعني؟ والله العظيم فانت ست غريبه قوي. طلعت وراحت عامله له فيديو بعنوان يا ولاد حسبي الله ونعم الوكيل في خاين العيش والملح. الله، ايه ده، هو مش ده حلا بقى حبيب القلب؟ معلش يا استاذ رضا حقك علي، بكلمها هي يعني. مش ده رضا حبيب القلب؟ مش ده اللي بيبوسك في خدك وبيدلعك وبينغنشك وبيسرق لك المشمش من عند الجيران وبيسرق لك الخوخ من عند الجيران وبيدعمك، وكنت لما تطلعي يجيلك انهيار هو اللي بيقف جنبك وهو اللي بيزقك وهو اللي بيشدك وكان الحب كله والحب مشعشع وملعلع في الذرة. وكنت معيشانة معاكي قصة روميو وجولييت، هناء ورضا. دلوقتي بقى خاين العيش والملح. طب هي في واحدة محترمة تطلع تكتب لزوجها عنوان بمجرد ما طلع قال لها كفاية كده، ما تخليش حياتنا على اليوتيوب، خلاص احنا دخلنا بالمعروف وخرجنا بالمعروف، بلاش تقعدي تقطعي فيا قدام الناس وتجرحي فيا قدام الناس، بلاش انا راجل ليا بنات وليا سمعة وفي وسط اهل وفي وسط ناس. كل ده طلع منك علشان مجرد ما الراجل ما طلع رد عليها. ليه ولين يرد عليها؟ طلعت وقالت له انا النهارده يا جماعه، قالت لنا كده، انا النهارده يا جماعه عملت لكم فيديو الصبح وكنت في قمه السعاده، الف الف مبروك. كانت في قمه السعاده وكانت خارجه رايحه مشوار علشان تجهز للحاجه، وقاعده في اوضه علشان تجهز للحاجه، وفاجئها سي الاستاذ رضا بفيديو. اتصدمت، اه والله اتصدمت. كانت عايزه هي تقعد تشتم وتقطع فيه والراجل ما يردش. وقلت لكم خلاص انا قفلت على الصفحة الماضي وهبتدي اعيش حياتي. يعني انت بقى يعني علشان طلعتي عملت لك 6 7 فيديوهات تقطعي في الراجل وجرحتي في الراجل وخليتي الراجل ما يسواش بصلة، وقلتي له كلام ما ينفعش ست تقوله الراجل، الا اذا كانت ست قليلة ادب عديمة التربية ما تربتش. لما تقولي له ده طالع بتشرشح، لما تقولي له انت ده معدنك ما عندكش اصل. يعني سبحان الله، امبارح كان عنده اصل وحبيب القلب وهنرمي عيالنا علشانه ونرمي البنات ونرمي الدنيا علشان اروح اداوي الشرخ، والنهارده سبحانك يا رب شيء الهي كده ما عندوش اصل، واطي وابن واطي، واطي وابن واطي. الست المحترمه طلعت هزقت الراجل اللي كانت قاعده بتقول لنا عنه اشعار ولفلفه السنين اللي طبعا بتضحك عليكم بيها، الحياه المزيفه اللي بتكذب عليكم بيها طبعا. قالت له قفلت على الماضي. طب ما انت يعني انت اتكلمتي وقفلتي براحتك، هو من حقه يرد، من حقه يطلع يبرر للناس اللي قاعده عماله داخله تهاجمه وتهاجم بناته، والقنوات اللي طلعت بسبب كلامك على الراجل من حقه يطلع يقول يا جماعه لا الموضوع 1 2 3. طلع وقال لك كفايه كده ارحمينا، بلاش تخلي حياتنا على الكاميرا، وده اللي المفروض يحصل. بلاش تخلينا نفتح حاجات هتفتح علينا ابواب ما يعلم بيها الله ربنا. كل دي كلمات لو تاخدي بالك منها وتفهمي انه بيقول لك كفاياكي هنطلع مصايب الناس هيضحكوا علينا، كفاياكي مش هنعرف نلم اللي هيطلع. طلعتي تقولي له بترد عليا انا وبتشرشح لي بدل ما ترد على طبعا اديتنا بقى وصلة الردح بتاعتها، الانجاس والاوسخ والملعونين واللي فيهم واللي عليهم. والله يا نقى لا في حد اوسخ منك، انت اوسخ كائن في الحياه، انت انجس كائن في الحياه، انت ألعن ست في الحياه، ده حقيقي يعني. مش احنا اللي انجاز. طلعتي في يوم من الايام يا نقى وشتمتي اهالينا وقلتي ان احنا اهالينا اوساخ علشان احنا كده طالعين زي اهالينا اوساخ. وانا كنت بصراحه كنت ناويه ارد، وكنت هرد بطريقه هتعجبك قوي، هقولك عليها دلوقتي علشان تبقي ايه برضو فاهماها وعارفاها. المره الجايه يا نقى لو طلعتي شتمتي اهالينا قسما برب العالمين هعمل لك كل يوم فيديوهات وهبعت اشاره لاخوكي وهقول له باللفظ كده، باللفظ اختك لو ما احترمتش نفسها واتلمت وبطلت انها تغلط فينا وفي اهالينا، انا هغلط فيك وفي اهلك وفي اخواتك وفي ابوك وفي امك. العين بالعين والسن بالسن
والبادي أظلم. تخليكي محترمة وتطلعي توجهي لنا كلام بكل احترام، هنطلع نكون محترمين معاكي ونوجه لك كل نقدنا بكل احترام. تطلعي تقولي أهالينا، هبعت إشارة لأخوكي، وكل يوم هعمل نوع التهزيء اللطيف كده لحد ما أخوكي ما يطلع ويقول لك ارحمي أمنا بقى وبطلي قلة أدب، لأنك أنت مالكيش كاسر. أنت واحدة مالكيش كاسر، واللي ملهاش كاسر يعني أنا أقول لك إيه، إن لم تستحي افعل ما شئت، وانت ما بتستحيش فبتعملي كل اللي ما بدالك. قالت لك انا هرد وهقول كل حاجه من اول يوم عرفتك فيه. انا اتعمل لي بلوك بسبب من تليفون انا اشتريته. بتمني على الراجل، مع ان الراجل طلع قال لك خدي بالك ان الفلوس مش كل حاجه، انا قعدتي في وسط عيالي وانا شحات احسن بكتير من قعدتي معاكي وانت معاكي فلوس، لان الفلوس مش هي السعاده. فعلا فعلا يا استاذ رضا، ده حقيقي، الفلوس مش هي السعاده. السعاده في الرضا، السعاده في محبه الناس، السعاده في احترام الناس ليك وللي معاك. قالت لك انت طالع ترد عليا، انا امبارح يا ولاد عملت فيديو وقفلت التعليقات عشان ما حدش يشتم حد عندي. يا سلام، يعني تقعدي تعملي فيديوهات في الراجل وتقولي ده انا كنت بجيب لامه وكانت امه بتتصل تقول له اجيب لها مكيف، وكنت ببعت لعياله عيديات، وبنته دي عملت لي بلوك مرتين من التليفون اللي انا اشتريته. يا بنت الحلال، يا بنت الحلال، هي البت عملت لك بلوك ليه؟ تعالي كده نجيبها ونفهمها. البنت عملت لك بلوك مش عشان انت بتحب ابوها وهي بتغير على ابوها. البنت عملت لك بلوك لانك جيتي على امها. افهمي يا اللي ما بتفهميش. مشكلة الست دي يا جماعة ان هي عايزة تشتم ومحدش يشتمها، تغلط ومحدش يطلع يغلط فيها، تتهم الناس بالباطل ومحدش يطلع يدافع عن نفسه، حتى أقرب الناس وهو اللي كان جوزها عايزة تتهمه بالباطل، والراجل ما يطلعش يقول لا يا جماعة أنا والله بريء. فيها ايه لو بنتك عملت لي الجوابات زي ما طلعتي تعايريه وتذليه وتقولي له انا كانوا بناتي قاعدين لك خدامين؟ لا يا ست الكل، الراجل طلع رد عليكي بمنتهى العقل وقال لك الحياه مشاركه، انا راجل ماليش في اللغه الفرنسيه، وكل حياتكم هناك جوابات او ايميلات او ايا يكون بتكتبوها بالفرنساوي، فكانوا بناتك بيساعدوه انه يخلص بعض الاوراق بتاعته، وده له عيب وله حرام. وانتي اللي عايزه كده، انت اللي قلت له تعالى اكتب لك نص القناه، تعالى اكتب لك نص البيت، انت اللي كنت عايزه تربطيه علشان يفضل قاعد تحت رجلك. ده الكلام اللي انت طلعتي قلتيه بنفسك، انا خدت فلوس ولادي واديتها له. طب ما انت اللي مره ناقصه تاخدي فلوس ولادك وتديها له ليه؟ يعني انت بتحملينا قله ادبك. ما هو انت لما تطلعي على العام وتقولي انا هضحي ببناتي عشان اروح اداوي الشرخ، تبقى انت ست ما بتفكريش غير في نصك التحتاني، نص التحتاني يتحدث. فترمي بناتك مفيش مشكله، ترمي عيالك مفيش مشكله، تاخدي فلوسهم اللي انت كنت بتقولي هتجهزيهم. تجهزي مين يا وليه؟ وانت قاعده في عزبه الصفيح. يخيبك ويخيب اللي بيسمعوكي عندك، اقسم بعزه جلاله الله قاعدين عندك حبه بقر لا بيفهموا ولا بيحسوا. يقول لك تجهز بنتها، لا والاغرب واللي يخليك تضحك بقى وتستغربوا وتموتوا على نفسكم من الضحك لما بتقول لك الحاج جاتوه قال لها يا بنتي يا نقه انا حابب اساعد معاكي اجيب الغساله والبوتاجاز. خيبك ضحكتيني يا وليه. انت عبيطه، انت عبيطه ولا بتستعبطي؟ لما تطلع الست تعاير جوزها بوقفتها جنبه، لما تطلعي تقولي له انت كنت بقالك 6 سنين قاعد في فرنسا، انا اللي نزلتك عشان تشوفي عيالك، لا حول ولا قوه الا بالله، تبقى انت ست خسيسه خسيسه. لما تطلعي تقولي له انا بعت اهلي علشانك، تبقى انت مره بياعه، هو ملوش دعوه تبيع اهلك ليه علشانه. هي في ست عاقله تبيع اهلها علشان راجل طلع وكبسك وحرق دمك وكدبك وقالك ايه؟ قالك يعلم الله عمري ما قلتلك ابعدي عن اخواتك. انت اللي قليله ادب. فاكره لما اخوكي دخلك اللايف وانت قاعده في البلد، قاعده زباله، قاعده رخيصه،
قاعده مرخصه نفسك والكل بيلطش فيكي والكل بيتريق عليكي. يا بنت ده انت وانت قاعده بتعملي الاكل يوم العزومه بتاعت رمضان، الوليه غلطت وقالت ايه مرات ابني، قلت لها ايه ده، انا مرات ابنك، انا مرات ابنك مش مصدقه. طبعا مش لازم انت تصدقي، لان مش دي الحقيقه، انت مش مرات ابنها، انت كنت قاعده فارضه نفسك عليهم، عايزه تصلحي الامور باي طريقه. بنته عملت لك بلوك مره واتنين وانت تستاهلي البلوك ده، انت تستاهلي قطم رقبتك مش بلوك، انت تستاهلي قطم رقبتك. لما تبقى بنت وليها اخت بنت واتنين بنات زي القمر زي العسل في بلد ريف، ربنا يسترها عليهم يا رب، وتطلعي تلسني عليهم يا واطيه، وتطلعي تتكلمي مع الناس عليهم يا خاينه، يا زوجة خاينة، يا زوجة ملكيش أمان. فالبت تعمل لك بلوك قسما برب العالمين، ده لو انت مرات ابويا مش كنت عملت لك بلوك، ده هم عشان بنات طيبين ومحترمين وهاديين ما عرفوش يردوا عليك الرد المناسب، كانوا طلعوا شرشروكي، بس هم فعلا بيبينوا أصلهم، وهم ناس ملهمش في المشاكل، ورضا وولاده ملهمش في المشاكل، لا هو ولا اخواته. انت اللي مرة لزاقة رميتي عيالك وطلعتي قلتي انا رخيصه، عشان انت فعلا رخيصه، دي الحقيقه، يعني احنا ما بنجيبش حاجه من عندنا. انت اللي طلعتي ادعيتي على نفسك اني انا رخصت نفسي، عشان انت رخيصه. اللي يرخص نفسه فهو عارف مقدار نفسه عند نفسه، رخيصه. ورحتي واتذللتي واتحللتي علشان ترجعي الرضا، عايزه ترجعي له باي طريقه، لدرجه انك رحتي اتكلمتي مع رجاله. وانا بصراحه يعني هقولك ايه، لا عندك لا دم ولا مبدأ ولا كرامه ولا احساس ولا بتشمي، رميتي عيالك وطلعتي على العلن قلتي انا هرمي بناتي وهسافر اروح اداوي الشرخ يا ام شرخ، يا ام شرخ، يا ام 1% شرخ، وقلتي انا هروح اعيش في مصر، وانتي رايحه قاعده في وسط ناس ما همش طايقينك، رامينك زي الكلبه فوق في الشقه، وقاعده فوق زي الكلبه زي القراده، زي القراده الجربانه، عارفه كده لما يبقى في عنده حد جربان يبعد بعيد عنه، رموكي في الشقه فوق بجربك بقرفك بنتنتك، تعكي فوق وتعملي اللحمه المنتنه فوق وتقعدي تاكلي الفسيخ مع نفسك فوق. منبوذه، انت منبوذه، انتي منبوذة، محدش بيحبك، مكروهة. الافلامانات اللي انتي بتعمليها قدام الناس ان شاء رب العالمين الناس واحدة واحدة هيعرفوكي على حقيقتك الوسخة، حقيقتك الوسخة. قلتي بحت اهلي علشانك وخدت فلوس بناتي واديتها لك، وجبت لامك مكيف، وجبت لعيالك معرفش لبس، وقلت لك اشتري لك شقه في الشيخ زايد. ولما عرفت ان اخواتك هيورثوا في موضوع الشقه في الشيخ زايد، ما هو طلع بقى فتش الاسرار، ما هو طلع رد التاني قال لك لا، انت هتشتري شقه لو لا قدر الله جرالك حاجه، بعد الشر ربنا يديكي طول العمر لاولادك، عشان تعرفي ان احنا بني ادمين ما احنا زيك يعني. اخواتك هيورثوا فيكي، طبعا انت حقوده وغلاويه، اخواتك يورثوا فيكي ازاي؟ لا ما اجيبش حاجه في مصر، خليني في فرنسا احسن عشان بناتي ياخدوا كل حاجه. قبل ما تلومي على الراجل انه طلع يرد عليكي، لومي على نفسك. واحده زيك بتقول عندي مناسبه سعيده، طالعه تعكي في ايه، وطالعه تتكلمي في ايه، وطالعه بتقولي انا ست ما بحبش اتكلم عن الرجاله اللي عشت معاهم، وانت اكتر كدابه، واتكلمتي وقلتي كل حاجه عن الاولاني وعن التاني برضو اللي قعدتي تقولي صرفت عليه، عملت له الكارت نزل شاف عياله، البنات نسيوا ان انا اللي بعت لهم ابوهم بعد غياب 6 سنين، البنات نسيوا ان انا اللي وقفت جنب ابوهم 4 سنين. وقفتي جنبه ليه؟ اكيد كان في مقابل، والمقابل احنا عارفينه، المقابل اللي مخليكي حيحانه كده، احنا عارفينه. ست بلا كرامه، ست بلا مبدأ، ست بلا حسيس. انت بتفكري ان انت بني ادمه كده بتحسي زي البشر كده وكويسه كده وبني ادمه تتحبي؟ هو قالها لك، قالك ركزي وما تتعصبيش وما تسمعيش كلام فلانه وعلانه اللي يطلعوا يقولوا لك، اطلعي ردي عليه، اطلعي قولي له، اطلعي عيدي له، اهدي. ولما تبقى عايزه تتكلمي في موضوع اهدي وفكري، الموضوع مش فيديوهات وانا واحد عندي بنات وانت عندك بنات، قفلي على اللي ما بينا، علشان اللي ما بينا لو طلع ربنا اللي هيعلم بيه. طلع تقولي له بدل ما تدافع عني طالع ترد عليا ما احترمتنيش قدام متابعيني، مش لما تبقى محترمه يبقى هو يحترمك؟
لما تبقى الست عديمة الاحترام عايزة مين يحترمها؟ الاحترام بيجيب احترام، والأدب بيجيب أدب، والتربية بتبقى باينة. لا انت متربية، ولا انت محترمة، ولا انت عندك دم، ولا انت عندك كرامة، ولا انت عندك إحساس. فهو بناء على ايه هيطلع يحترمك؟ لما تبقي محترمة هو هيطلع يحترمك. واما انت خايفة على شكلك قدام المتابعين لما هو طلع رد عليكي، مش المفروض كنت تخافي على شكله انه عنده اولاد وقاعد في وسط اهله وناسه، وانه عارفين ان انت عندك قناة وبيتابعوكي، لما تطلعي تهلهلي وتلسني وتتكلمي وترطرطي في كلامك، ما بتبقيش واخدة بالك ان انت بتجرحي فيه وبتأذيه؟ لا، مش سابني عليا وعلى اعدائي. طلعت قالت لكم انا كل يوم هعمل فيديو، الاربع سنين ان شاء الله يا رب اعمل 100 فيديو. ده يوم ما كانت قاعده في الاوضه. اعملي 100 فيديو، بس يا ترى ال 100 فيديو دول هتقولي فيهم ايه؟ طلعت وهي متعصبه، وكانت عصبيتها بتدل ان في ما بينهم كوارث كتير، وقالت له انا هشهد ناس عليك. هتشهدي ناس عليه ان انت كنت بتاكليه، ان انت كنت بتساعديه، ان انت كنت بتوصليه لمحطه الاتوبيس، ان انت عملتي له الكارت عشان ينزل يشوف عياله. بتشهدي عليه ايه؟ عشان تعرفي ان انت ست ناقصه. لما تطلعي على كاميرا وتقولي انا سالت الناس والناس هيشهدوا معايا، يشهدوا معاكي في وانت محكومه عليكي بالاعدام؟ هيشهدوا معاكي؟ هتطلعي تجيبي ناس تشهديهم على راجل عشتي معاه تعريتي قدامه، تشهديهم على انك صرفتي عليه وساعدتيه ووقفتي جنبه في الغربه طب انت كنت عايزه منه ايه؟ سؤال. طب انت وقفتي جنبه مشكوره، ساعدتيه مشكوره، عملتي كل حاجه مشكوره، والراجل قال لك انا هقعد في بلدي، والبت عملت لك بلوك عشان الكلام اللي طلع على امها منك، اللي انت مسكتي كتاب الله وقلتي والله ما فيوساتي واخدين ذبذبات صوتي. ده واخدين ذبذبات عقلك، ده عقلك اللي بقى فيه ذبذبات مش صوتك. عقلك اللي بقى فيه ذبذبات، انت والله محتاجه تروحي مصحه نفسيه تتعالجي فيها. تمام. طلعت الفيوسات ومسكتي كتاب الله وقلتي مش انا، ورجعتي مسكتي المصحف تاني، ورجعتي وعدتي الكلام تاني، وقلتي في حاجات ما طلعتش تانية انا قلتها. يعني حلفتي حلفانات زور على رأي مصرية في باريس، يا حلفة الزور. البنت تعمل لك بلوك، بنتك عملت لي بلوك مرة واتنين وانا كنت عايزة اعيد على الحاجة. والله انت ما عندك دم. هم لا عايزين يشوفوكي، ولا عايزين يعرفوكي، ولا عايزين يكلموكي، ولا عايزين يسمعوا صوتك. باردة ورمية جتتك عليهم ليه؟ خلاص قرفوا منك. الراجل عاش معاكي 4 سنين معرفش يصلح فيكي، قالك اسكتي ما كنتش بتسكتي، قالك بطلي ما بتبطليش، قالك ما تتكلميش بتتكلمي، قالك ما تصوريش بتصوري. يعني أنا نفسي أسأل سؤال، أنهي راجل يستحمل مرة زيك؟ لا شكل، ولا منظر، ولا أخلاق، ولا تربية، ولا أسلوب، ولا لبس، وكدابة وحلفة زور. يخرب بيتك إني نفسي ألاقي فيكي حاجة واحدة حلوة ما لاقية. والله العظيم. يعني خساره ان انا بتكلم عليكي على المناظر الجميله اللي انا حطاها. يعني طبعا ميرسي لاختي حبيبه قلبي اهل السعوديه الجمال. يعني اتفسحت، طب كنت خديني معاك اتفسح اشوف المناظر دي، ينفع كده؟ تبعتي لي فيديوهات وانا قاعده كده سوسو عيانه؟ آه الله العظيم، هم يبكي وهم يضحك والله. الست غريبه الاشكال والطباع والله العظيم. لما الراجل زهق وطلع قال لها يا بنت الحلال ارحميني بقى، كفايه بقى، انا لا بتاع فيديوهات ولا عايزه هاتي معاكي ولا عايزه ناتي معاكي، انا عندي بنات ربنا يستر على بناتي ويسترها على بناتك، وعيشي بقى وشوفي حالك وربنا يصلح حالك. اللي انت بتعمليه ده غلط، لانك لو جيتي ترتبطي بحد تاني بعد كده هيقولوا شوفوا عملت ايه في جوزها الاولاني. والله عندك حق يا سي رضا، والله عندك حق، لان هي قالت على اللي قبلك كده وقالت عليك كده، والظاهر ان هو ده طبعها اصلا، طبعها. طلعت عملت لايف، وكان اللايف ده لايف كارثي، وده لايف الكارت لو تاخدوا بالكم. وقعدت تقول لك انا واحده صاحبتي كلمتني وقالت لي لا يا نقه الحقي الغي الكارت الغي الكارت، وده كان تهديد لي على فكره، ما كانش لا كومنت جالها ولا حاجه، هي بتهدده هترجع لي ولا الغي الكارت. طلع قال لك ابو الكارت على ابو ام الكارت. ادالك الكارت الاحمر. خيبك. والناس تحت يقولوا لها اقفلي اقفلي يا نقة يا نقة الكلام ده خطر، وهي زي البقرة قاعدة عمالة بتدي. لا البقرة بتفهم
يعني والله البقرة بتفهم أحسن منك. تخيلي أنت عايزة 100 سنة على ما تبقي بقرة بس الأول، وبعد كده نشوف هتبقي إيه تاني. ف اقفلي بقت الكومنتات، اقسم بعزة جلالة الله نازله ما بيقولهاش حاجه غير ان اقفلي. قفلت اللايف بعد ما قعدت تخرف كتير قوي فيه، وانا هشيل الكارت احسن اتحبس، احسن اروح، احسن اجي. و- والناس بيفكروها على نياتها وهي خبيثه وسوسه وعارفه هي بتعمل ايه، تمام. وقفلت اللايف ومسحته، وراحت ضربت لنا بقين كده الويسكي بتاعها الحلو، وطلعت لنا سكرانه بقيه اللايف التاني. يا سوسو سكرانه؟ اه والله العظيم سكرانه، وقعدت تهرتل وقعدت تهيس، وما كانش عاجبها كمان الناس ان هم قالوا لها اقفلي، وقعدت تقول لهم انتوا عايزين ايه؟ طب اتكلم في ايه؟ يعني حتى الناس اللي قاعدين تحت المغيبين اللي خايفين عليكي بيقولوا لك اقفلي ولملمي امورك في الدره، ولو عايزه ترغي ترغي كلامك ده يضرك، كلامك دوت الناس تاخده عليكي. طالعه برضو زعلانه، ضربت وشربت وطالعه مهيسه ومهبهبه كالعاده وتقول لهم اكلمكم في ايه يعني؟ اكلمكم في ايه يعني؟ يعني مش عاجبكم حاجه اتكلم فيها؟ يعني هو انت يا تقعدي تخرفي، يا تطلعي سكرانه، يا تطلعي تتهمي الناس، يا تطلعي تشتمي؟ هو انت بني ادمه ما عندكيش حاجه كويسه تعمليها في الحياه؟ هو انت ربنا مسلطك على نفسك؟ يا بنت الحلال اعملي يومياتك واعملي فيديوهاتك واشتغلي على نفسك واعملي اللي انت بتعمليه. اجوز بنتي وافرح، ما فيش مشكله، ماشي الحال. مبلوعه فيها كذب وفيها حوارات، بس يا ستي على الاقل ابسط الحوارات، الطف الاكاذيب، احسن المشاكل يعني. انما انت بتطلعي امراه سليطه اللسان على نفسك قبل ما تكوني على اي حد، وبتعترضي ومش عايزاه يرد، وراحت واخده عبير في سكتها كده وقالت له اللي طلعت سبت عرضي وشتمتني ما طلعتش رديت عليه. انت يا وليه متخلفه؟ يا وليه مش انت اللي طلعتي على الست وقطعتي فيها وثبتي في عرضها وقلتي فيها ما فيها، وبتقولي هي اللي عملت عليكي فيديوهات؟ لا حول ولا قوه الا بالله. عايزه مستشفى المجانين صرف تتحطي فيها لوحدك، وما يبقاش معاكي مجانين تاني. ليه بقى؟ عشان انت هتعديهم، يعني المجانين هيبقوا هم كويسين جوه، فانت هتخشي تجيبي لهم الوباء اللي عندك. انت الله يكون في عونك على نفسك، الله يكون في عونك على حالك. الحياة مش مستاهلة، الحياة مش مستاهلة. اختلف معاكي بس اقولك الحياة مش مستاهلة، والله العظيم ما مستاهلة. والفلوس اللي بتعمليها ما هتستاهل ان انت تروحي تشوفي يعني حساب اللي انت بتعمليه ده عند ربنا، ولا ان انت دعوات الناس اللي انت بتطلعي تظلميها، ولا الناس اللي بتسلطي عليها ناس يطلعوا يشتمونا ويسبوا في عرضنا ويتكلموا علينا بالباطل ويهنونا ويجرحوا فينا. كل ده انت شايله ذنبه، كل ده انت ماشيه بيه محملاه. الفلوس مش هتعمل لك حاجه، والله الفلوس بتيجي وبتروح. اسمعي مني، متضايقه منك بس خدي ما بين كلامي، خليكي ست عادله، عيشي الطبيعي. اشكركم.